أهلا بيكم. النهاردة هنتعلم إزاي نعمل زخارف إسلامية بأبسط طريقة ممكنة وبوحدات بسيطة جدا، لأن لما بنشوف الزخارف الإسلامية كصورة كاملة بنقول إن هي صعبة جدا وفيها تفاصيل كتيرة وصعب إن أنا أنفذها واحدة واحدة أو خطوة خطوة. فالنهاردة هوريكم إزاي هي أبسط مما تتخيلوا، بسيطة جدا جدا، بتكون أو فكرتها الأساسية على تكرار الأشكال، سواء بتبدأ من نقطة زي المندالة أو الزخارف الإسلامية الدائرية، بتبدأ من نقطة وبتبدأ تتوسع ليها، أو شكل واحد بيتكرر سواء بالسالب أو بالموجب، أو تكرار منتظم أو تكرار غير منتظم عشان أطلع بالشكل ده. أول حاجة هنشوف الكتاب ده بيقول عن إيه، أو هنختار الوحدة اللي إحنا هنرسمها إزاي. الكتاب ده بقاله سنين كتيرة جدا وما زال مستمر لحد دلوقتي، بطبعات مختلفة وبأساليب مختلفة، لكن هو واحد، اللي هو تاريخ الزخارف الإسلامية. لو جينا شفنا الزخرفة الشبكية دي، شوفوا هنبسطها ازاي. يعني هي بتبقى شكل كده، مجموعة خطوط، صعب ان انا اعملها على طول. لكن لو بصينا الشكل، مثلا الشكل ده اللي هو بسيط قوي ازاي، هاجي اكرره بالسالب والموجب. يعني بصوا كده بالشكل اللي احنا عملناه تحت مقلوب. هاخد الشكل واحد بس وهرسمه بطريقة بسيطة جدا على ورقة شفاف، وهرسم الشكل ده بإيدي. لو معرفتش أرسمه أشف، يعني بس يعني يفضل إن أنا أرسمه، لأن هي وحدة سهلة، وهقول لكم إزاي سهلة إزاي. بالظبط هو الكوبي بتاع النص بتاعي. يعني أنا برسم الشكل نصه بس وارجع أشف النص التاني بمنتهى السهولة، طلع معايا الشكل متطابق تمام. وعشان أطلع الخط معايا مظبوط بالظبط، بطابق الخط بتاع الورقة من فوق وبتنيه. لو انا ظبطت من فوق ونزلت لتحت هتلاقيه تماما طلع معايا المساحة مظبوطة، لا هي كبيرة من فوق وصغيرة من تحت او العكس. هحطها على ورقة بيضاء عشان تشوفوني برسم ازاي. هرسم الوحدة دي ازاي بقى، هنشوف دلوقتي. هبدأ من الوحدة اللي تحت، اللي هو الخط اللي رابط لي الشكلين ببعض. برسم برضو نصه لأنه هيتكرر في النص التاني. مهم جدا ان انا ابص على الرسمه، ما احفظش الصوره في خيالي وارسمها، مش هتطلع معايا مظبوطه. كل خط برسمه ابص بالظبط بدايته منين ونهايته فين، عشان ما يطلعش معايا الشكل كانه ضخم جدا من جزء وصغير قوي من جزء تاني. طرف ورقه الشجره دي او طرف التصميم ده او الزخرفه دي بيكون عند نهايه الخط اللي انا رسمته، ابقى اقف عند نهايته ما اطلعش بره عنه. كده انا رسمت نص الشكل معايا مظبوط تمام. ما فيهوش حاجه صعبه. لما هاجي ارسم في النص الفاضي تاني، طبعا عشان هو ورق شفاف باين معايا، ويفضل استخدم ورق شفاف، عشان لو استخدمت ورق الفوتوكوبي العادي هيبقى هجد صعوبه شويه ان انا اشوف الرسمه من تحت، الا لو انا حاططها على تابلت او على حاجه منوره قوي هتبقى معايا واضحه. وارجع اشوف الشكل اللي انا عملته من الجزء التاني. الوحدة معايا اترسمت زي ما انا عايزة بالظبط. خلاص كده، عشان ما اقعدش تبقى الورقة تبقى معايا بتتحرك بصعوبة، بقصها عشان استخدمها هي بس.
عشان ارسم بقى الوحده اللي انا استخدمتها ديت هعمل ايه؟ يا اما هجيب حاجه دائريه ارسم بيها دايره، ممكن اعمل تصميم في نفس التصميم اعمله في شكل مستطيل او في مربع، بس انا حبيت النهارده اعمله في دائره عشان بالظبط تطلع نفس الفكره بالظبط لو انتوا عملتوها في مربع او مستطيل. برسم الشكل اللي انا عايزاه وبقسمه بالنص. في المسطره ديت ان انا اخد الخطوط عشان تطلع معايا الخطوط مظبوطه. وعشان ابدا صح ما ابداش من النقطه على طول، لان انا لو بدات من نقطه التقاطع بالظبط هتبقى المساحه عندي ضيقه وهلاقي ان الخطوط دخلت في بعض وبقى شكلها مش لطيف. هعمل ايه؟ هرسم دايره صغيره ابدا من عندها كانها نقطه بس نقطه كبيره شويه. عشان يطلع معايا مظبوط تانية الورقة اللي معايا تكون على الخط اللي أنا رسمه بالظبط، تكون عليه عشان تطلع قائمة بالظبط ما تكونش مايلة، عشان هبدأ أكرر في حاجات تانية. لو أنا مالت معايا هلاقي إن التصميم كله بدأ يميل معايا. وهعمل إن أنا أنسخ، أدوس عليها بالبنسل هتطبع لي في الناحية التانية. كده أنا خلصت. ممكن تكون على حد هنا وحدة زخرفية أبدأ أكررها تاني، يعني أبدأ أخد الأربعة دول وأعملهم فوق جنب بعض، واحدة من اليمين واحدة من تحت واحدة من فوق، فبقى معايا 4 مربعات وهيطلع تصميم رائع جدا. حبيت إن أنا أعملها أكتر زخارف، فما بين كل 2 هحط زخرفة تانية وبنفس الطريقة هنسخها بالشكل ده. لما نخلص الرسم كله بنستخدم قلم اسود عادي، اما قلم سايل او القلم اللي هو الماركر الرفيع ده ضد الميه. يعني لو جيت حطيت عليه الوان مائيه او حطيت عليه الالوان الفلوماستر مش هتفرش معايا، لكن القلم الاسود العادي اللي هو القلم السايل العادي ابقى حريصه جدا وانا بستخدمه ان انا استخدم الوان خشبيه عشان ما يكونش فيها ميه، اللون هيفرش معايا واللون الاسود هيبوظ الدنيا معايا. فيا اما استخدم الوان ضد الميه زي كده، يا اما لو استخدمت القلم الاسود العادي في التحديد استخدم معاه الوان خشبيه في التلوين. هحددها بالاسود وهمسح اي يعني تلطيش بالقلم الرصاص باين على الورقه عشان تكون الورقه معايا نظيفه جدا قبل مرحله التلوين. الرسمه معايا كامله اهيت مظبوطه، شايفين من مجرد خطوط بدائية جدا نص رسمة عملنا بيها زخرفة إسلامية. هختار مجموعة الألوان اللي أنا عايزاها. أنا هستخدم الأزرق الفاتح مع الأصفر والبرتقالي الأورنج. خلاص تلوين وأوريكم شكلها هيكون إزاي. كده احنا عملنا زخرفة إسلامية أو زخرفة
لا نهائية، لأن أنا ممكن نفس الوحدة دي اللي هي طالعة قدامي دلوقتي دي أخدها أكررها باليمين ومن الشمال ومن فوق وتحت، ممكن أكررها على 9 مرات، ممكن أكررها على 12 مرة، هتديني زخارف لا نهائية بنفس الوحدة اللي احنا رسمناها. يا رب يكون الدرس كان بالنسبة لكم سهل، والتطبيق هيكون سهل إن شاء الله. ولو لقيتوا أي مشكلة أو إنه مش عارفين إزاي ترسموها، تواصلوا معايا وهقول لكم إزاي تترسم، أو نختار سوا إيه العنصر اللي ممكن ناخده ويكون سهل وبسيط في تطبيقه. شكرا، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي.